جبت لكم وصفه تشيز كيك سهله مهله. تحتاجوا علبه تاع كاطو مرحي، تزيدوا لها 100 غرام تاع زبده دايبه وتخلطوها حتى تحصلوا على هذا الخليط. تجيبوا مول تاع تشيز كيك، ديروا فيه الخليط ديالكم وتعبزوه، تخدموا به لاباز، تحطوه 30 دقيقه في الثلاجه. نروحوا الكريمه، تحقوا فرماج اللي حبيتوه، فرماج بورسيون اللي حبيتوه، تزيدوا له كريم فريش، وتزيدوا له 3 مغارف كبار سكر غلاس، ديروا له 2 حبات بيض وحبه قارص كامله، تعصروها بيان وتخلطوا كلش بلو باتور. دونك تحكموا لو باتور ديالكم وتخلطوه حتى تحصلوا على كريمه كيما هديه. استعملوا اناء كبير هكا باش ما ترشوش الحاله. نروحوا دوكا واش نديروا من الفوق. انا خيرت الفراوله، نقطعوها صغيره، نحطها في قدره ولا طاوه ونحط لها كيله سكر وكيله ماء، نحطها فوق النار حتى تولي لي شغل معجون. نعاود نجبد لاباط تاعي تكون خلاص خليناها 30 دقيقه في الثلاجه، نضيف لها كامل الكريمه بيان وديروا هاد الحركه انكم تخبطوه باش لي بول هادوك يروحوا. فوالا نروحوا نحكموا سنيوه اللي يجي فيها هذاك المول تاعنا، نديروها مسخون ونحطوا فيها تشيز كيك ونحطوها ساعه كامله داخل الفرن على درجه 180 درجه، نشعلوا لها غير من التحت ونخلوها في البان ماغي تاعنا. كي طيب ناخذوا المعجون اللي خدمناه نديروها من الفوق وديكوريوها كيما تحبوا. انا خيرت لي فريز وبلو بيريز، وتحطوها في الثلاجه مينيموم 4 ساعات. وشهيه طيبه وديروها قولوا لي واش رايكم.